في التجاره الالكترونيه، وكنت دائما عندي واحد التخوف، كنت تخوف ان هذا الشيء هذا راه صعيب، وانه ما يمكنش تدخل ليه انت وانت جاي من واحد المجال اخر مختلف، والدراسه في اللي ما قدرتش نسمح فيها، لان انا حتى دخلت للتجاره عاجز كنقرا مزيان. فريق العمل كتكون عندنا غير 10 لكم، كلشي مرون، كلشي كير، كلشي يجري ما تجري سباق كدايا. يعني واحد العدد الفريج بديت معاهم، وقفت مجرد انني مثلا مشيت عنده ولا ما بغاش يستقبلني او لا شي حاجه كنوقف، لانه ما يمكنش نزيد معاه، واخا الثمن عنده زوين واخا السلعه ديالو زوينه، ولكن فاش كنبغي نوقف على شي تفاصيل ما كنلقاش كنوقف. اخي بلي سبونطاني بزاف، بغيت يكون سبونطاني بزاف سبونطاني بزاف، نظن انه ولا غتحس به ثقيل والله زوين، ولكن ما كانترو ما عرفتش كما كتقديم الفيديو شويه. راه ما تنساش، راه ما عنديش تقديم الفيديو، عندي تقديم الفيديو وعندي تقديم البودكاست، يعني راه دوبل ميسيون. ايوا فهمتي، ما عرفتش كيفاش غندير دابا. واش الا كنهضر لا بلاتي، دابا الا كنهضر على هنايا، الا كنهضر على التقديم ديال البودكاست خاصني نعطيه حقه عاد باش ندير. الا كنهضر عاوتاني على التقديم ديال هذا، خاصك الا جمعتهم جوج غادي يوليو بحال شديد الفكره. هادشي اللي كنقول دابا هو التقديم ديال البودكاست صافي. وين كتهمنينا اخوان؟ بودكاست والله حتى واحد الفكره بسيطه جدا. غادي نجيب ناس اللي ماشي بالضروره يكونوا مشهورين عندهم ارقام خياليه وتيقولوهم، ناس عاديين بحالك بحالهم، غادي يبارطاجيو معاك داكشي اللي كيديروا. يقدر تستافد منهم، يقدر ما تستافدش منهم، يقدر يكون احسن منك، يقدر تكون انت احسن منهم. المهم في الاخير غادي تخرج بشي حاجه اللي غادي تنفعك. نبداو نتوكلوا على الله صافي سالينا. سيوس مثلا مرحبا بك في البودكاست تاعي. انا صراحه جد فخور ان اليوم انت معنا، لسبب كبير صراحه في نفسي انا، لان ما شاء الله امام طالب باحث في سلك الدكتوراه في العلوم القرآنية، وفي نفس الوقت تاجر في التجارة الإلكترونية. فأنا صراحة مسيرة بحال هذه زعما بالنسبة لي هي خير تجسيد الواقع، أن الفقيه في الدين ماشي بالضرورة يكون حبيس مسجد أو لا حبيس كتاب قرآني أو لا هذا، وإنما راه ممكن أنه يكون أيضا تاجر، ممكن يكون أي حاجة. وهذه صورة نمطية في الحقيقة اللي كاينة في المجتمع، وأن دائما الفقيه والعالم بالدين خاصو يكون ظريف ياك. فصراحة أنا جد فخور بعدا، لأن حنا تنخدموا معاك، وحنا حنا مواكبين معاك التجاره ديالك. وكما سبق لي قلت لك، يستحيل ان شي واحد حامل في صدره كتاب الله، حامل علوم الدين والحكمه الالهيه في صدره، وما يوفقوش الله في داك الشيء اللي كيدير. فما عساك غير واحد الانسان اللي كيدير غير الاسباب، داك اللي كيدير الاسباب راه كيوفق الله. فهذا راه بالنسبه لي انا اكبر قدرا عندنا بعد احنا كمسلمين، وحتى عند الله سبحانه وتعالى، ونحتسب ذلك. سيوس، انا عندي واحد السؤال، سمح لي راه ما خليتكش تقدم راسك، انا اللي قدمتك. انا عندي واحد السؤال، هو كيفاش واحد من 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 تلميذ عند كبار الشيوخ في المغرب وفي مدارس عتيقه في المغرب، الواحد كيدير التجاره الالكترونيه. كيفاش كيفاش هذا الباساج من هنا لهنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أنا أيضا جد فخور بتواجدي معكم الثلة الطيبة في هذا المكان المبارك. لما قلتي ندخلوا في الموضوع مباشرة. التجارة الإلكترونية بصفة عامة، ولا التجارة بصفة عامة، دخلت لها ابتداء من ملي كنت طالب، لأن فاش كنت أنا تزوجت وأنا طالب، وكان عندي مسؤوليات وأنا طالب. فبالتالي
كان خصني نواجه الظروف ديال الحياه ونواجه المصاريف ونواجه داك الشيء وانا كنقرا. يعني كنت قبل ما نحصل على البكالوريا. لذلك التجاره بدات القصه ديالها الحقيقيه فعلا فاش كنت طالب في المرحله الجامعيه. كان عندي جوج البيكان. كان عندي باك ديال في العلوم الشرعيه وباك في التعليم الاصيل، وكنت مسجل في الجامعه في كليه الشريعه والقانون، ومسجل كذلك في العالميه في معهد ابو بكر الصديق للتعليم النهائي العتيق، هذا اللي كينتمي لوزاره الاوقاف. وكان كانت فيه الدراسه حضوريه اجباريه اسبوعيه. وانا كنت متزوج واب لطفل وما كانش عندي شي مدخول، وكنت باغي عندي طموح انني نكمل السلك الماستر، نكمل السلك ديال الدكتوراه. فكيف السبيل من تما سبحان الله كانت النقطه اللي دخلتني التجاره. بعد ان كنت كنحاول ندير بحوث، نكتب الشباب اللي كيقراو في الجامعات وما عندوش وقت نكتب لهم كذا الى غير ذلك من الاسباب. واحد النهار كنت كنمشي دائما فاش كنجي للدار. كانت مولات الدار الله يجزيها بخير يعني عانت معنا. كتعطيني واحد الطاسه كنديروا فيها كدير فيها شويه الكيكه، شويه اللوز، شويه ديال داكشي البلاد باش كنعاون به في هذاك الاسبوع. فكنت كنمشي السبت حتى الاربعاء، وكنجي الاربعاء والخميس والجمعه. كان في داك الشومبر اللي كنت فيها الجامعات فيه داخليه، وكيدخلوا لي الطلبه من بعد ما يحصلوا على شهاده البكالوريا ويكونوا حافظين القران وكيكون اختبار المستوى. فبعد ما تقبلت فيه الحمد لله ودخلت دوزت العام الاول كان صعيب شي شويه. في منتصف العام الثاني وقع هادشي. فكان بجانبي واحد الطالب من السنغال وواحد الطالب اخر من مالي. فكنت اجد حرجا فاش فوق ديك الوقيته الاستراحه اللي كندخلوا نستراحوا فيها من بين 10 ل 10 وربع باش ندخلوا الحصه الثانيه. كنبدا ناكل بالتخبيه شويه. قلت انا ما غناكلش بالتخبيه، غندوقهم شويه وصافي. فعلا دوقت هذوك الشباب اللي معايا، دوق هذاك الدري من السنغال، دوق هذاك الدري من مالي من النهار الاول. ولا هما تيقول لك دوقنا واحد شويه ما بقاش يقدروا يقولوها، ولا قالوا لي واش ممكن هذا الشيء ملي كتشريه جيب لنا شي شويه وشري لنا معاك. قلت له ودي هادشي راه ما كنشريش، وانما مولات الدار هي اللي كتصاوبو كتعطيها لي. قال لك ولكن شوف شي طريقه، ولكن خصك هذا الشيء هذا راه حنا ما قادرينش نقولوا لك وما يمكنش هذا الشيء. صافي قلت واحد الفكره. قال لك بيعوا لنا. قلت لهم صافي. مشيت رجعت للدار في نهايه الاسبوع واقترحت الفكره على موين الدار. ديك الساعه كان عندي الولد بدا كيقرا، كان عندي بزاف د الحوايج وانا الاسبوع كامل مرهون في الدراسه وداك الشيء. جلسنا قلت لي نصوب هذه البركه هذه ونديها لهم، وفعلا تما بدات. فديت الاول الثاني الثالث وليت كندي تما. هذيك هي فين جربت اول تجربه حقيقيه للتجاره. تما بدات. هذا في الحقيقه دوزته في العام، كملت به العام الاول والعام الثاني كامل. طورنا داك الشيء شويه، بدينا كيتقداو يعني الطلبه كاملين. المعهد كان فيه تقريبا شي 80 واحد، وكان واحد كان كيبيع تما كان كيسميها الهردونيه. انا كنيتي اردون فكانوا كيسميوها هذيك الحلوه كانوا كيسميوها الهردونيه. ففعلا بحال ارتحيت زيد عطيت لها داك في القريه، لانه كنت بهز لها من الموين الدار والوليد وكذا. فبدات امور كتنفرج الحمد لله. فتما خلاني نكمل باقي المسيره. واش في نظرك البدايه في التجاره الالكترونيه كتستدعي ان الانسان يكون ملم بجميع الامور اللي كاينه في التجاره، او لا كل مرحله كتلقى راسك تتعلم حوايج اخرين وملزم انك تزيد تعلم حوايج اخرين؟ فعلا فاش بديت في التجاره، فانا مازال مبتدئ في التجاره ماشي بزاف، ولكن فاش بديت التجاره فعلا جربت بزاف. كنت كندير التجاره ديال اوفلاين في الواقع عادي، ولكن في التجاره الالكترونيه كانت ديما كانت كتبان لي انها هي واحد المجال اللي جديد ومجال اللي مفتوح ومجال اللي فيه ممكن الانسان يطور فيه بسرعه الى غير ذلك. ولكن في التجاره الالكترونيه كنت دائما عندي واحد التخوف ان هذا الشيء هذا راه صعيب، وانه ما يمكنش تدخل ليه وانت جاي من واحد المجال اخر مختلف، وانه ديما خصك تكون. ولكن بالتجربه ودرت بزاف ديال التجارب صراحه، وكنت فيها ما كنتش فيها موفق. ولكن في التجربه مع كاسي اسماعيل النيت كانت هي صراحه بحال انا كنت كما قلت لك قبل كنت متتبعين ديك واحد الفتره قديمه، ولكن كنت كنشوف انه فعلا كنتي كتعطي واحد بحال ممكن تعطي اللغه ديال الشباب ديال اللاصق
وكتعطي معلومه حقيقيه وكتخلي الانسان يدوز مرحله بمرحله. هذه اهم شيء. فبالتالي اكتشفنا التجاره الالكترونيه فعلا سواء في الدورات اللي دخلت فيهم معك، سواء في التجربات اللي معك فيه. صراحه كتعلم مرحله بمرحله، ماشي ضروري خصك تكون ملم، ولكن كتعلم مرحله بمرحله. انت ماشي بديك السهوله اللي كيتصور لها، وفي نفس الوقت ماشي بديك الصعوبه اللي كيتصور لها في بعض الاحيان. صحيح. هو صراحه حنا راه ما درنا والو، راه حنا غير سبب من الاسباب اللي كدير. ف وانا راه ما درت والو، راه الفريق هو اللي دار. انا غير واجهه ديال الفريق. ديك المرحله الانتقاليه ما بين الاوفلاين ما بين الاونلاين، لانه انت تبارك الله درتي محل جهزتيه بلوطو جوج ديال المحلات، محل شهور يعني محل كتعرض فيه ميم طون محل حط فيه لو ستوك، ويعني درتي تبارك الله درتي واحد زبناء في المدينه ديالك وتيقين في المنتجات ديالك. هذيك المرحله الانتقاليه ما بين الاونلاين ما بين الاوفلاين والاونلاين. دابا راك مازال في الاوفلاين، ولكن يعني من الاوفلاين اونلاين، شنو هما اكبر التحديات اللي كنتي كتواجه من الاول ولا اللي واجهتي في الاول ديالك؟ صحيح، هي كانت بزاف ديال الصعوبات صراحه من الانتقال في الاوفلاين مختلفين، وما كيشملهم بزاف الخصائص قسائم مشتركه بيناتهم ما بين التجاره اوفلاين واونلاين. ولكن التجاره اونلاين فيها بحال فيها السرعه في التطور، السرعه في كل شيء. يعني خصك تكون سريع، ماشي بحال الاوفلاين. وكانت اهم الصعوبات اللي كانت صراحه هو يعني خص يكون عندك فريق. هذا فريق هو اللي تمرد نافيجي شويه في داك الاول. الفريق باش تساوي الفريق كما قلتي، لان انت في نهايه المطاف ما تقدرش دير كلشي بوحدك. فكانت تكوين الفريق والتسيير ديالو هذه كان فيه اشكال، وتدخل العالم ديال التوصيل ديال ليفريزون الشركات والروتور والليفري، وهذا الشيء ما كاينش ما كاينش. كتبقى خاصك تتبع الليفري وتتبع الروتور، البلاد اللي كيكونوا في الكونفيرماسيون، واحد العدد الاشياء جديده خاصك باش تفهم ديك المنظومه كيفاش كتمشي باش انك تواكبها. هذا كان تحدي كبير فعلا، وتحافظ على اوفلاين، لانه فعلا واحد الفتره فاش بدات المستوى ديال الاونلاين كيطلع، كيبدا كيتاثر المحل، لان كان فريق واحد. فبدا جات هذه الفكره ديال انه خصو يتفصل، خصو يكون الفريق ديالو بوحدو والفريق ديالو بوحدو. هذه تحديات روينه بين الدراسه وتسيير فريق تبارك الله اللي فيه تقريبا 10 الناس، وبالامامه هذه راه ما قلتهاش، مازال مرتبط بالمنبر. الله يبارك في العمر ديالكم، يبارك في العلوم ديالكم. كيفاش كتقدر انك توفق ما بين هاد الثلاث الحوايج؟ في الحقيقه كما قلت لك، هذه من الصعوبات اللي كانت فعلا باش تلقى باش زعما انك تسير فريق اللي هو هكا مع في الاشتغال في المحل وفي التجاره الالكترونيه. زيد عليها هذه القضيه ديال المسؤوليه اللي هي كبيره في الحقيقه، اللي محطوطه على العاتق ديالنا، اللي هي ابلاغ الناس رساله القران، والدراسه في اللي ما قدرش نسمح فيها، لان انا حتى دخلت للتجاره عاجز كنقرا مزيان. هذا الشيء يعني كاين بعض الناس اللي تيقول لك ما يمكنش تجمع بيناتهم. هو الجمع بيناتهم فعلا كيحتاج واحد شويه ديال الانسان يكون مقاتل ويتقاتل شويه ويدير شويه هنا وشويه. ما غاديش تعطي نتائج ديال واحد متفرغ، ولكن عاوتاني ما يمكنش تبقى غير في الدراسه بوحدها. ضروري خصك الانسان كيدخل في المشروع الاسري، كيدخل في بزاف ديال الحوايج. فالحمد لله زعما كنحاولوا نديروا مجهود. كاين التنظيم ديال الوقت صراحه كيلعب واحد الدور كبير في التنظيم ديال الوقت، وانسان كيحاول كيجتهد. هذا هو اللي كاين، الانسان كيجتهد. الله ييسر لكم والله يوفقكم. الا رجعنا من دابا واحد 5 شهور ولا 6 شهور، ونقول لك نرجع لك المشاكل اللي كانوا عندك، نقارنوهم مع المشاكل اللي عندك حاليا دابا في البيزنس اليوم اللي كنا نتكناقشوا. شنو هو التعليق ديالك عليهم، على هذوك ديك الساعات بالمقارنه مع دابا؟ لا مازال المقارنه
دابا جا المقارنه فعلا، لانه كانت كتبان لك دابا ان هذيك مشاكل بسيطه، وان هذه المشاكل الحقيقيه عاد كتدخل فيها. اما قبل راه ما كانش هذاك الشيء فعلا مشاكل، ولكن كل مشاكل بالنسبه لديك المرحله كتبان انها كبيره، ولكن فاش كتجاوزها كتولي انا غير فريق العمل. كتكون عندنا غير 10 لكم، كلشي مرون، كلشي كاير، كلشي يجري ما تجريها سباقيه كدايا. دابا يعني الحمد لله كيوصلوا لواحد المستوى ديال انهم بعد واحد الجهد جاهد وواحد الارشادات وتوجيهات ديالكم السي اسماعيل والتجارب ديال الناس اخرين اللي في الميدان، بدات الامور كتمشي تنظيم وترتيب ديال الامور، وكل واحد كياخذ المهام ديالو، توزيع المهام كيبدا كيسهل الخدمه حقيقه. في الاي كوميرس كاينين 3 الحوايج هما اللي اساسيين باش التاجر الالكتروني ينجح في العمل ديالو. اول حاجه هي السرعه ديال التوصيل. ثاني حاجه هو واحد السيبور اللي غادي يواكبك وغادي يواكب حتى الزبون ديالك باش يكون مرتاح وعاجبو الحال. وثالث حاجه اللي هي مهمه اكثر هي الفلوس ديالك يكونوا عندك يوميا، يعني واحد الكاش فلو اللي هو ستابل تخلص به الادز، السلعه او حتى الناس اللي خدامين معك. هاد 3 العناصر مجموعين في الشركه ديال اميكس اللي هي الداعمه ديال هذا البودكاست. كنبغي نشكر اميكس حيتاش ثقه فينا وثقه في الكونسيبت ديال البودكاست ديالنا، وكندعيكم انكم تزوروا لو سيت ويب ديال اميكس وتكتشفوا الخدمات ديالها. شكرا اميكس. صحيح. دابا كاين واحد الموجه ديال ان التجاره الالكترونيه سهل ان الواحد يديرها، سهل انه الواحد يدير فيها فلوس ويولي مليونير. دابا بالرجوع لهاد القصه ديالك من لحظه البدايه مع الكيكه لدابا، والمشاكل اللي فكيتي ومازال كتفك ومازال غتفك. كي كيجيك هاد الحلم هذا اللي تيتسوق للناس؟ في الحقيقه هادشي بزاف ديال الشباب، بالمناسبه بزاف ديال الشباب كانوا كيسوا انه في المرات كيشوفوا ديك الصوره، كيتابعوك فسميتو كيسحبوا لهم راه زعما المشاكل ما كايناش وراه الامور غاديه في تطورين ما شاء الله، الاحلام الورديه هذاك الشيء. كاين مشاكل كثيره وخصها صبر ماشي ساهل، وخصها واحد المجهودات كبيره بزاف في كل مرحله، خصها مجهودات ماشي بداك السهوله اللي كيتصور لها كما قلت لك، ماشي بداك السهوله، وانما تحتاج الى ما كاين حتى شي حاجه سهله، كلشي خاصو مثابره، خاصو مجاهده، خاصو صبر واستمرار. الانسان يكون باغي يتعلم وكيسمع من الناس اللي عندهم تجارب، يسمع منهم ويكون يعني صارم في اتخاذ القرارات ديالو. وهذا الشيء راه ما يمكنش يجي في هذا الشيء في بين عشيه وضحاها ابدا. وملي فاش كتدخل ساحات الوغى كتلقى تما حاجه اخرى، اما داكشي اللي كيسوق ولا هذاك ماشي، خصوصا الشباب اللي ما عندوش مشكل حلال ولا حرام، ما كيقلبش عليها. هذيك ما كيقلبش عليها كيبدا يطحن الاخضر والاصفر واليابس وكل شيء. فبالتالي اللي كيقلب على ذاك انه يخدم واحد الحاجه اللي يطيع فيها ربه اولا، ثم كيحاول انه يكون فيها يواكب فيها الزمن، يعني ماشي شي حاجه اللي سهله. صحيح. ملي عرفتي هذه القضيه ديال الحلال والحرام والواحد يتقي الله سبحانه وتعالى في البيئه ديالو، المعلومه اللي مازال ما تبارطاجات هو شنو تدير انت، هو انت تتبيع واحد المنتج اللي انا عندي فيه تجربه، واللي زعما صراحه اتخذت القرار انني نحبس ديك العلامه التجاريه اللي كانت عندي بسبب هذا السؤال ديال الحرام. لان في ديك الطرفيه كنت كنتعامل مع موردين اللي للاسف الشديد كانوا كيغشوا في السلعه، كانوا كيعطيوني توجيهات مزيانه، ولكن من وراء واحد عده بيوع تكون انت هو الضحيه. خاصك ما تكونش انت عارف انت مولف تجيب السلعه صافي تتفك. الطومي اللي تخدم فيه انت دابا هو العسل، والعسل اللي حنا عارفين بانه هو واحد الماده اللي الناس كيكونسوموها، ماشي غير في المغرب ولكن العالم كامل، العالم فيه الكونسوماسيون ديال العسل بزاف. ف انت دابا في تعاملاتك اليوميه في بيئه ديال العسل فين كيتجلى روح الاسلام في ديك العلاقه ديالك مع الناس من خلال داك البيع ديال العسل؟ نعم، كما قلت لك زعما فاش في التجاره كلها خص الانسان في كل صغيره وكبيره يستحضر فيها مراقبه الله سبحانه وتعالى،
ويكون حريص جدا على هذه القضيه، لان كل شيء كيدوز، ولكن كيبقى في التالي الانسان كيبقى في التالي الحساب، وتيبقى في التالي الله سبحانه وتعالى رقيب على كل شيء. فاش دخلت لهذه التجاره فعلا، فاش دخلت للتجاره بصفه عامه وتجاره العسل فعلا هي تجاره حساسه، فهمتي؟ حتى في البيع ديالها ماشي كتبيع منتج سهل، فعلا كيحتاج بزاف ديال الناس، والناس كيعرفوك وكيسولوك كذا. لكن انا شخصيا صراحه خصوصا كنت كنعاني في البدايات، لانه ما كانش عندي باش نتحرك، باش نعرف هذه ونوقف على هذه ونوقف على هذه. ولكن دازت واحد الفتره وجيزه بالحمد لله عز وجل، قدرت انني كنمشي نشوف التعاونيات ونشوف هذاك ونحرص معاهم ونوقف معاهم على جميع التفاصيل، كنشوف ذاك الانسان كتشوف راه كتعامل معاه، كتعرفوا واش هو كيخاف الله ولا لا، كتعاشروا كتشوفوا كتسول عليه. انا الفورنيسور اللي خدمت معاهم كاملين، واحد عدد الفورنيسور بديت معاهم ووقفت، مجرد انني مثلا مشيت عنده ولا ما بغاش يستقبلني او لا شي حاجه كنوقف، لانه ما يمكنش نزيد معاه، واخا الثمن عنده زوين واخا السلعه ديالو زوينه، ولكن فاش كنبغي نوقف على شي تفاصيل ما كنلقاش كنوقف. هذاك واحد العدد ديال الناس بديت معاهم في الاول وقفت، واحد العدد ديال الناس بديت معاهم مازال مستمر، لان فيهم فعلا الصدق والسلعه. الا تعيط له مثلا على شي سلعه كتقول له العسل الفلاني ولا العسل الفلاني، تيقول لك ما عنديش. كاين بعض الفورنيسور اللي كتعيط له ما يمكنش يقول لك ما عنديش، موجود وتقول له السلعه ويجي خصفتك سلعه مختلفه، وتقول له بزاف المرات كتوصلني السلعه بعض المرات كاع كنخلصها وما كتعجبنيش، ما كنقدرش نبيعها. نقدر نعطيها بحال الكادو بحال شي حاجه، وما نبيعهاش للناس على اساس انها عسل حر نهائيا. واخا تلقى مثلا مع عسل معلفه ولا كتلقى عسل المهم فيها ماشي عسل، ما مطمئنش ليها، لان العسل سبحان الله العظيم مع التجربه ديالك دابا في المجال تقريبا غادي ل5 سنين وزياده، حتى في ديك التجربه اليوميه كتكتسب واحد الخبره، كتولي تفرق ما بين هذه الجوده طالعه وهابطه بزاف د الحوايج، كتكتسب واحد الخبره، واحد حتى هي بحال الحرفه، كتعرف تفرق ما بين الانواع، ما بين الجوده، ما بين بزاف الحوايج. وهذا الشيء اللي ذكرتي دابا فاش راه ممكن بعض المرات الى الانسان ما كيتقاش الله، وكنقولها بزاف، تنقول مثلا انا بيع لواحد السيد، ما خصوصا في التجاره الالكترونيه، كتبيع واحد المنتج وغيشدو، وانت بامكانك انك تخفض له الثمن مثلا في المنتوج الاصلي، تخفض له الثمن لواحد، ولكن انت مش كتشوفش داك السيد، ما كتشوفش غير الربح، كتشوف انك خصك تعطيه واحد الجوده مزيانه، تعطيه واحد المنتوج مزيان، وهو يكون راضي وانت رابح ديك البركه ديالك، وفي نفس الوقت الله عز وجل راضي ودير لك البركه في ديك. هذا هو المنطق اللي خصوصا وان العسل في المغرب عندنا واحد الثقافه ديال ان العسل ما كنستهلكوش الاغراض زعما استهلاكيه يوميه، ديما الدواء. عندنا هذه الثقافه ديال انه راه العسل كنشريوه للدواء، العسل ديال الاستهلاك اليومي باين، العسل ديال 60 درهم ولا 70 درهم ولا المهم مؤلف عادي، بينما العسل اللي هو ديال الدواء راه المغربي ممكن انه يخلص عليه حتى 800 درهم، ما عندوش مشكل، ولكن خاصو غير يكون هو واثق فيك وتيق فيك باش انه يقدر يعطيك هذاك الثمن وياخذ العسل. انا صراحه كانت عندي واحد المده، كان ديك الساعه جا واحد الشخص من الكويت وكان طلب واحد المجموعه من العينات ديال العسل في المغرب، وكنت انا خدام معاه في ديك المرحله باش نجمعوا لي ديك العينات، وكانت اول مره غادي نكتشف شي انواع ديال العسل في المغرب ما كنتش عارفهم. ومن بينهم العسل ديال فليو، العسل ديال كاين النافع كاين العسل ديال شي حاجه ديال القزبور، كاين واحد الاخر عسل اخر كيكون في الشمال ديال الكراز ولا ما عرفتش، كاين مرونه هادو كاملهم اللي ذقتهم زعما انا بالنسبه لي كمسوق تنقول يستحيل نبيعهم. علاش؟ لان ما عندهمش الشعبيه، وفي نفس الوقت المذاق ديالهم زعما ماشي مذاق اللي هو هذا. ودرت واحد البتيتاست بواحد الكميه اللي هي صغيره، جربت انني نبيعها، تباع دغيا وتباع بثمن اللي هو طالع بزاف، فتما فين نستنتج بانه راه لا، المغاربه ما كيكونسوميوش غير العسل ديال الطاموس وديال الزعيطره وديال، راه كاينين فريمون زعما بعض الانواع ديال العسل الا الواحد لقاهم راه غير شريهم بالثمن اللي سواو. كان الاسبوع اللي فات وقيله شي 3 ايام كنت شفت في الصفحه ديال ياسين دهن بيو تكلم على انه اركان ولا الثمن ديالو طالع، الزنين ولا طالع ولا كيتباع بواحد الثمن اللي هو طالع بزاف، بسبب ان عليه واحد الضغط كبير من طرف
الشركات اللي كدير مستحضرات ديال التجميل. شنو هو الاثار ديال ديال هذا الضغط الهائل اللي كاين على هذا المستحضر على هذا الزنين هادو؟ شنو هو زعما الاثار ديالو في التجاره ديالكم؟ في الحقيقه اول مشكل كنعانيو منه دابا بالنسبه فاش بدا اركان كيغلى، هو العام اللي فات راه كان غلا بس كيغلى عاوتاني، هو هاد القضيه ديال في املو، لان الماده اللي كيستهلكوها الناس بزاف لوليداتهم في الفطور وكذا هي املو باللوز. فباش تبيعوا بالثمن العادي تيكون اركان بالثمن القديم. دابا عاوتاني كيطلع، بالتالي كتبقى جوج الاختيارات، اما ما تبيعش املو باللوز واركان، او انك تجيب شي اركان اللي كيدور بعد ما ديال الماعز ديال الماعز ولا شي حاجه اخرى. هذا اللي كاين، فكاين تاثير كبير على املو خصوصا. بالتالي هذا اللي جات هذه الفكره ديال املو باللوز وزيت الزيتون، وكنسموه شويه باركان. صراحه انا راه لقى واحد الاقبال اللي كبير حتى الثمن طايح شي شويه، الثمن طايح طبعا. صحيح. وصافي هاد الانخفاض ديال زيت الزيتون دابا اللي كاين ان شاء الله ان شاء الله تيقولوا بان الموسم هذا العام غادي يشهد انخفاض ديال. صحيح. دابا حتى الناس اللي عندهم السلعه القديمه ديال زيت الزيتون ولاو تيبيعوها رخيص، يعني خصو يخرج، لان الموسم المقبل قريب، بالتالي خصهم يفكوا هذاك الستوك اللي عندهم يفكوا بثمن قليل. صحيح. ملي بدينا معك المواكبه كنا وجهناك باش انك تخدم في الواتساب، وفي واحد المرحله دخلنا حتى يعني زدنا فريق ديال البنات باش يديروا الكونفيرماسيون، وزعما الحمد لله كاين واحد التحسن اللي هو كبير في المبيعات. ما تحسب على حسب زعما التجربه ديالك في الاي كوميرس اللي تقريبا دابا في عمرها واحد 3 سنين تقريبا ياك. شنو بان لك في البيع بالواتساب زعما صراحه بصدق؟ لان شحال من واحد حاضر البيع في الواتساب. انت دابا كانسان اللي الواتساب تنبيه بشكل يومي، شنو فعلا بالنسبه للواتساب؟ احنا حتى فاش كنت كندير التجارب البسيطه ديالي، انا كنت بوحدي اللي كنطلق الادس وكذا، كان صراحه هو في البيع ديالو تيجيني حاليا راه مزيان على حسب التجربه ديالي، انه ما خدام مزيان. الى تحسن التوجيه ديالو وتحسن الخدمه ديالو مزيان، راه كيجيب مبيعات مزيانه، زعما ممتاز. خدامين به حنا دابا حدود الساعه مزيان. ولا قارنتيه مثلا بالسيت ويب، شنو تيبان لك انت زعما احسن من ناحيه السهوله ديال انك تكونفيرمي مع الناس وتليفري لهم، وحتى من ناحيه الكوست يعني الكو ديال الفونت؟ شكون اللي كيبان لك انت يعني بالنسبه لك انت، شنو اللي تيبان لك زعما اقرب او لا اسهل باش انك تجيب به نتيجه مزيانه بثمن اللي هو مزيان؟ حاليا بالنسبه للتجربه اللي عندنا حدود الساعه هي الواتساب. الواتساب هو اللي كنجيبوا به مبيعات مزيانه، وحتى ما سهل باش انك كتواصل مع الكليان، كتعطيه بسرعه، تعطيه التصاور، كتعطيه ديال سميتو التفاصيل ديال البرودوي الى غير ذلك، وكتبقى معاه في التواصل حتى من بعد البيع ومن بعد. صحيح. شنو اللي في نظرك تيخلي الكليان ما تيبغيش يخلص قبل ما تجيه لا كوموند؟ فعلا هذا العنصر اللي هو مهم، اللي مع الاسف الشديد واحد العدد ديال الناس خسروا ديال السوق، هو الثقه. لان خص هذاك الانسان يثق فيك باش انه سواء يخلصك ويشري من عندك ولا يخلصك قبل. هذاك العنصر ديال الثقه هو اللي ولا صعيب في المجتمع، ولا الناس يعني يلقاو واحد الانسان اللي فعلا غادي يصيفط له يفيرسيو ليه ويصيفط لهم هذيك المنتوج كما شافوه في الفيديو كما بغاوه يوصل لعندهم. يعني هذا العنصر ديال الثقه كيشوفوا ان شي حاجه اللي راه صعيبه ومستحيله انها توقع، بالتالي الناس كيخافوا. اما الا كانت العنصر ديال الثقه الحقيقه غادي يثقوا فيك الناس. وحنا من بعد الكليان فاش كيتعامل معاه المره الاولى المره الثانيه صافي ولا تيفيرسي لك قبال، تيفيرسي لك الفلوس ويقول لك يصيفط لك السلعه الفلانيه، ولا صيفطها لي للوالده، ولا صيفطها لي كذا، ولا صيفطها لي كذا. صراحه كاين بزاف الناس اللي غير في اونلاين من خلال الانستغرام ولا سميتو كيعرفك كيتعامل معك المره الاولى، من بعد صافي كيفيرسي لك ويقول لك صيفطها لي الوالده ولا صيفطها لي العنوان فلان. واش السيوس صراحه هذا سؤال متعلق بينا حنا كفريق اللي خدم معك. واش السيوس الفريق ديالي دار شي تغيير في العمل ديالك؟ هذا سؤال ما يحتاجش الجواب، لان
النتائج كتتحدث عن ذلك. لكن في الحقيقه انا كما قلت لك في الاول يعني كان عندي بزاف التجارب. الفريق ديالكم كان واحد الحاجه اللي فيه مهمه ديال التواضع، ديال كيجيو في اي وقت مشكل كيكون هازين بحال راه المشروع ديالك يعني المشروع ديالهم، بالتالي كيجاوبوا على جميع التفاصيل، كيقلبوا معك على الحلول لجميع المشاكل يعني. وفعلا هذه تقريبا بدينا شي 4 شهور ولا 5 شهور، يعني واحد التطور كبير بزاف بالنسبه لي انا كمنظور اللي عشت التجربه ديال 4 سنين قبل. واحد التطور يعني اللي تبارك الله زعما ممتاز جدا. يعني مشكورين الفريق كاملين من السيوس اللي كاين في خلال الكواليس اللي ما كنعرفهمش، ولكن فعلا يبذلون جهدا ليس بالسهل وعن حب، ماشي غير كيبذلون عن حب. وكما قلت لك يعطيك المعلومه كيمشي معك مرحله بمرحله ويمشي معك على المستوى ديالك، لان باش كتطلع للمستوى الاخر كتلقاو ان راه كندير لك غير خاطرك وغادي معك بشويه بشويه حتى ما تستوعب. لا حاشا الله يحفظك. ملي كنا تناقشوا انا وياك كنا تنهضروا كنت شرتي على انك كنتي تلميذ ديال الشيخ ولود السريري، وعاودتي ليا بانه دوزتي واحد المعتكف ديال ديال الدراسه، وعاودتي لي بعض الاجواء اللي ملي كنجي ملي ديك الوقيته فاش كنتي كتعاود ليا ولا ملي كنتي كتعاود حتى الشريك ديالي كنجي كنتامل تنقول بان راه هذوك الصفات ديال هذاك الشيخ ماشي ما كيربيش غير باش انك تحصل العلم، ولكن تيربيك حتى باش انك تجلس الارض باش انك تاخذ كما كنقول حنا تاخذ اللصق في داكشي اللي يخصك باش انك تزيد في العلوم الشرعيه وتزيد في هذا. شنو هما الحوايج اللي خديتي من عند الشيخ واللي كتشوفهم معاونينك حاليا في التجاره ديالك؟ صراحه هاد الفتره اللي دوزتها عند الشيخ مولود السريري حفظه الله كانت فتره مباركه. وكانت فعلا حيت كنا في واحد النوع ديال واحد المرحله الانتقاليه اللي كانت ديك الساعات، فجينا عنده كان صراحه كان واحد التوجيه كبير بزاف في الحياه العلميه وفي المسيره العلميه بصفه عامه. فاش جينا عنده فعلا مختلف النمط ديال الدراسه والمكان ديالها على البلايص الاخرين اللي قرينا فيهم ولا المدارس التعليم العتيق بصفه عامه. يعني في الحقيقه تما كيخليك انك تعول على راسك. وكان ديما تيقول انه خص طلب العلم ما عمره كان محدد بالسن، لا من ناحيه شحال في عمرك ولا من ناحيه شحال غدوز فيه في طلب العلم. فبالتالي ما عمرك كتقرا العلم باش انك تاكل به الخبز. هذه كان رسخها لنا في الذاكره ديالنا، وكان دائما كيدوزها لنا في رسائل في التدريس في الحاله اللي كان عايش معنا وكل شيء. وكنا كنقراو عنده يعني ماشي مجرد فقيه ولا مجرد مدير، بل كان مربي وكان يعني صراحه جزاه الله خيرا. واقف على واحد الثغر كبير، واحد الرباط اللي هو ماشي سهل. صحيح، جزاه الله خيرا. جزاه الله خيرا. دونك نقدروا نقولوا بانه الخصله اللي دوز اللي عطى لكم الشيخ هي ان الانسان خاصو يرابط من اجل هذاك الشيء اللي بغى يوصل له، من اجل حنا نسميوه حلم، واخا اظن بان الشيخ ما عادش يتفق مع هذه الكلمه هذه ولكن حنا نقولوا من اجل ديك النقطه اللي بغى يوصل لها الطالب. يعني بغى يوصل مثلا انه يحصل مجموعه من العلوم، خاصو يرابط ويصبر ويحصل العلم للعلم، ماشي الحاجه اخرى. كما كتعرف السيوس بانه كاين بزاف ديال الناس اللي يا اما عاد غادي يبداو التجاره الالكترونيه وقدامهم تحديات اللي هما كبار اللي عشتي بحالهم وفي نفس الوقت كاينين الناس اللي عاد كيفكروا انهم يبداو. زعما بحكم هاد المسيره اللي دوزتي، شنو هي النصيحه اللي غتعطيهم ولا غتقدم لهم واللي كنتي انت كتمنى في واحد المرحله معينه شي واحد يقولها لك؟ حق هذا سؤال كبير ما شاء الله. ولكن كما قلت لك زعما اول حاجه خص الانسان يكون عارف شنو باغي، ما يكونش غير باغي يقلد ولا باغي يشوف واحد حاجه كيسمع بها وكيقلب على. خص الانسان اول حاجه بالنسبه لي هو يكون عارف هذاك دير واحد الهدف في قبالته خصو يوصل ليه، وهذاك الهدف دير واحد الخطه، يعني داير واحد الخطه
ومستعد انه يضحي بزاف ديال الحوايج، مستعد انه يعني يدير بزاف ديال الحوايج على قبل هذاك الهدف. وكنظن ان اول حاجه خص الانسان يعرفها هو انه هو براسو يكون ثايق في راسو وثايق في ذاك العمل اللي كيدير ولا في ذاك الخدمه ولا ذاك المنتج اللي كيخدم عليه، يكون صادق مع الله عز وجل قبل كل شيء. والله عز وجل لن يخيبه ابدا. يعني الا كان الانسان واخا رغم التحديات ورغم الصعوبات اللي يلقاها الانسان خصو كما تنقولوا يشد في الله تعالى وما يخافش. ما يخافش الا كان صادق مع الله عز وجل، ربي سبحانه وتعالى غادي يوفقه بكل تاكيد. هذه واحد المرحله كنت فعلا محتاج لشي واحد اللي يقول لي غير راك هذا الشيء اللي كدير راه مزيان. فلذلك قلت لك قبيله خصني الانسان يكون باغي يتعلم ويكون كيسمع الهضره ديال الناس اللي في المجال واللي سابقينه بالتجربه، ويكون كيسمع واخا تكون نصائح قاصحه. لان طبيعه النصائح انها كتكون شويه كتجيك ماشي داك الشيء اللي جاك على كانتك غتاخذه. خصك تكون كتسمع الهضره وتكون كتطبق وكتعلم باغي تتعلم انك تزيد لقدام. ما يكونش فيك داك التكبر وباغي توصل بواحد السرعه خياليه. خصك تكون وتجي فيك الدقه والتصبر وتجي فيك سميتو انت، ولكن كتقلب على واحد الحاجه اللي مزيانه اللي غتنتفع بها انت وتنفع بها الناس ويرضى عليك الله سبحانه وتعالى، وهذا اهم شيء. الحمد لله على كل حال. صراحه كان لقاء ولا كان حديث زوين اللي ما حاولت ما نكثرش عليك واخا زعما راه الحديث اللي كان وراء الكاميرا راه حديث كان كبير بزاف وفيه بزاف ديال العبار، ولكن زعما الا كنت غادي نلخص شي حاجه، لان دابا اليوم انت دابا انا ما كنعتبركش مازال زبون، وليت كنعتبرك صديق ديالنا في الحمد لله لاجونس. انا فخورين ديما كونيكتي معاك. سيدي يوسف، شكرا بزاف على القدوم ديالكم من فاس لاكادير، وصراحه نورتونا وكنتمنى لك مسيره موفقه ان شاء الله في العلوم اللي كتحصل دابا، وفي نفس الوقت في التجاره ديالكم، وبيننا الايام ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا لكم كذلك سي اسماعيل والفريق ديالك بجميع العناصر ديالو اللي منورين ما شاء الله. وفي الحقيقه قلتها للاخ ديالي قبيله، قلت له حسينا براسنا بحال اللي كنعرفوا منذ زمان، واحد الانسجام ما شاء الله والبساطه، فهمتي، واحد الانسان اللي متواضعين، والله يجزيكم بخير جميعا. حتى احنا فرحانين بهذا الجلوس معكم والقدوم معكم ان شاء الله، ونتمنى اننا ننفعوا، يكونوا سبب للنفع ديال الناس. هذا هو ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. شكرا بزاف سي يوسف، الله يحفظكم، الله يكرمكم، شكرا بزاف، الله يحفظك عليكم. ان شاء الله نجيو عندكم الفاس. مرحبا بكم، زوروا هذا الخطره ان شاء الله. الله يحفظك.